نجم الكرة العراقية نور صبري، المنتخب الوطني سيذهب بعيدا في بطولة كأس العرب. والله أنا سعيد جدا بأداء الفريق بغض النظر النتيجة، طبعا مع الأداء أكيد تجي. فأعتقد المنتخب في مرحلة ممتازة وأكثر من رائعة حقيقة. إن شاء الله يا ربي تتواصل هذه الانتصارات أولا، والمستوى الأداء مثالي، يعني ما أريد نقول حتى لا نبالغ، لكن هو بمثالية كثيرة يعني حقيقة، وبتكامل نوعا ما، ولمسة المدرب موجودة. هذه وجهة نظري الشخصية، أنا أعرف قد البعض يعني ما يوافقني الرأي، لكن أنا أشوف منتخبنا هناك تطور كبير. أرنولد أصبح عنده بصمة على الفريق، واليوم لما تشاهد اللاعبين آخرين، حتى لا نطلق عليهم بدلاء ولا الخط الثاني ولا الرديف ولا لا، لاعبين موجودين خليط من الخبرة والشباب، تشوف هذا الأداء، أنا أعتقد أنه إحنا نمشي بالطريق الصحيح. تقييمك للحارس أحمد باسل؟ أحمد جيد، أحمد حارس خبرة. أنا ما أعتقد أنه يجب أنه يعني في فترة التقييم، أحمد في فترة أنه يشوفنا نفسه أكثر. جلال ابتعد أكيد، جلال صار فترة طويلة لاعب أساسي. فرصة الحراس الآخرين إذا كان أحمد وإذا كان أيضا فهد، فرصتهم أنه أيضا يلعبون ويقدمون، وما يأتي من ما بعد جلال يجب أن يكون جيد، لأنه الحارس الأول قائد الفريق جيد يلعب بشكل جيد، فيجب أنه يكون أحمد وفهد على قدر المسؤولية. سنصل بعيدا إلى كأس العرب؟ أنا أعتقد بهذا الأداء قادرين، لكن أنت تشوف في بعض الأوقات أنت تصطدم بظروف. إحنا كنا في آسيا أيضا بمستوى عالي جدا وبأداء مميز، بس أيضا اصطدمنا بالفريق الأردني. لازم نلعبها صح ونعرف كيف نرتب وضعنا وطريقنا إلى أن نصل إلى المباراة النهائية، وأشوف أنه يعني هناك طريق سالك.